يا جماعه والله العظيم انا يعني انا مستاءه اصلا، ومستاءه ان انا اطلع اعمل فيديوهات اصلا على واحده احنا ما عادش لينا علاقه بيها. انت حاطانا في دماغك ليه؟ احنا مالناش علاقه بيكي خالص. ما هو ربنا كرمه دلوقتي واتجوز وجاب ست محترم. انتوا بتسمعوني اجيب سيرتها اصلا؟ انتوا بتسمعوني اصور عندها مره؟ اصورها حتى؟ ما بتشوفوش دي ليه بقى؟ كل واحد ليه خصوصياته وكل واحد ليه حياته، وده مبدئي، ده مبدئي. انا انزل اي حاجه لو فرح وحد قال لي يا شيرين بلاش كده، خلاص ليك حريه الاحترام، ما نزلوش خالص. لكن انت ليه انت مش عندنا اصلا؟ في كومنت بقى جالي اهو، تعليق يا ماما، حد كتب لي يعني، عشان يا جماعه حاولتوا تعرفين يعني ان هي برضه ست كبيره ومالهاش في الكلام ده. كتبت لي او باين كان باسم اختها او باسم اختها، بتقول ان انا بضربك في الشارع، بتخانق معاك وبضربك في الشارع. ده ستها شهاده امام الله يا ماما. والله العظيم ثلاثة بالله العظيم يا، والقرآن بتاع ربنا عمرك يا شيرين لا شتمتيني، هي اللي قايله لي يا شرموطة مرة. ده هي أيوة شرموطة حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. ايوه قالتها. هي والحمار اللي بيتكلم يقعدوا بمصيبة كبيرة عشان ما حتى لو كانت حماتك بتشتمك انا مش هقول لك ان ما شتمتكيش، لا شتمتك من افعالك شتمتك، قالت لي يا لكن شرموطة تردي مرة. عليها. قالت لي يا شرموطة مرة وقبيحة ومجرمة، والنبي طلعت جثة ورب الكعبة ما معاها قميص وطلعته دم بالغيار اللي جاي بيه من الشغل، وقفلت الباب وقعدت هي واخواتها وسكوا الشقة وكرشوه جاي الساعة 12 بالليل. والله العظيم والله العظيم ما بكذب يا جماعة، والله العظيم ما بكذب. والله العظيم اللهم انتقم منها بعدل يا رب، والله اللهم العظيم ارزقها بالمصيبة يا رب، اللهم وعدها بنايبة كبيرة بحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. لو في حاجه بقى كمان في حاجه كمان يا سوسو، شهاده لوجه الله يا سوسو. هي بتقول ان انا كنت سبب في خراب بيتها. لا والنبي. هي كانت موجوده معانا هنا اصلا؟ لا هي عمرها ما جت هنا اصلا، هي كانت بتيجي زيارات وهي كانت اصلا موقعه الدنيا في بعض، احنا ما كناش عايزين نعرفها اصلا. صح ولا لا؟ الحته اللي كانت بتقعد فيها بتجيب مصيبه. مشكله في مصيبه بتحصل. ده هي بتموت من شيرين منها حلوه عنها، وبنت ناس طيبين ومحترمين، ده امها اميره الامراء والنبي عمرها ما غلطت فيها، وهي اللي بتعمل لي كل حاجه. ده شيرين دي على راسي من فوق تضربني، ده بنتي واخده. ده انا مره رديت عليها امي ضربتني بالشبش والله، ومش رديت بشتيمه، يعني ما رديتش والله بشتيمه، محترم. يعني انا رديت. دي ما عادتش معانا والله، ما كانت معانا والله، امن بالله امن بالله، ده طلعته ايد ورا وايد قدام منها لله تستفد، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيها هي واللي جايبين. والنبي يفرج عليها الست بغباء البعيد اللي ما يشيل لاجل النبي، وبدا عليها بالله وبالنهار، ودعايه بيجوز وبصلي بكل وقت. بيقولوا بقى يا سوسو ايه بقى؟ بيقول ان في ريكوردات احنا هنطلعها. ايه رايك يا سوسو؟ احنا عايزين تسمعي معايا؟ ايوه انا عايزين نسمع الريكوردات دي. مش انتوا رجاله وبشنبات؟ طلعوا لي الريكوردات. مش انتوا رجاله وبشنبات؟ طلعوا لي الريكوردات وخلي الناس تسمع صوت شيرين وهي بتتكلم. عارفين ليه بقى؟ لاني واثقه من نفسي ومن اخلاقي ومن تربيتي. شيرين محترم. وكان انت قلتي ده لا سيلفي بيحبها، انت كنت محرمه يقول لي السلام عليكم، ولا كان بيكلمني انا رخرة ولا اخواته، وكان يجي زي ما يكون غريب كده ويروح واخد حاجات من الشقه ويمشي. الزباله اللي طلعوكي من قنواتهم تتكلمي، اثبتوا ان كلامها صح واحنا كلامنا ده غلط. زبالة. تعالوا هنا في الشارع اسالوا، تعالوا هنا اسالوا، تعالوا هنا في الشارع واسالوا. شيرين محترم وانتوا تعرفوا كل حاجه. ست حسبي الله ونعم الوكيل منها فيها. شاطره وبتخبز وبتعمل كل حاجه، طول عمرها تقول لي ده أكلة. كده، يخرب بيت شطارتك، يخرب بيت نظافتك. ده اكله وسنه طويله. هو انا كل عفشي 15,000 ليه؟ وانت كنت كل قيمتك قد ايه؟ ان شاء والله الله 3 يا جماعه، والله واحده عندنا في الشارع كانت بتقول ده جايبه عزال بالطبل والازاز، والله العظيم ده بتاعت كفر الشيخ والله جايبه العظيم ده ايه؟ بتاع كفر الشيخ جايبه حاجات جميله. شفتوا ولا بقى؟ عمري جوزها وقف مع شيرين ولا كلم شيرين، والله انا سلام عليكم وسلام عليكم. وكانت تحرموا يوم ما يقول السلام عليكم يبقى يوم ازرق، اتفرج عليك يبقى يوم ازرق لو قال السلام عليكم. ربنا ينتقم منها هي واللي بيتكلم معاه. ايه، طلعي الريكوردات اللي عندك وزريها قدام الناس وسمعيها قدام الناس. ربنا يوعده مصيبه. انا عارفه اخلاقي ايه وانت عارفه اخلاقي يا ايه. ابن كلب خاول بتاع نسوان. حسبي الله ونعم الوكيل. فيه اللي جاب الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انتقم منه في كل من بيسب في عرض. انت ما شفتش حاجه ما تغضبش ربنا. انت ما شفتش حاجه، انت تعرف مين؟ هو انا فضايحي طالع على اليوتيوب زيكم كده؟ لو فضايحي طالع على اليوتيوب زيكم ده كده ستها دي شيرين ستها. حق كل القنوات تطلع تتكلم، لكن انا ما بطلعش اسرار بيتي. شيرين ستها ما بطلعش اسرار بيتي. محترمه وما محترم. وانت فاكر ان انا واجعني؟ والله العظيم شافني وقال لي يا شرموطه الشرموطه. لا
بيلجمك تمام. والله العظيم ما تفرقوا معايا انتوا الاثنين، قسمت بالله ما تفرقوا معايا الاثنين. انا بقى عايزه اسمع الريكوردات بالله عليكم سمعوها لي، انا عايز اسمعها بصوا واشرب كوبايه شاي. ربنا اولادي محترمين وانا بسمعها وامرا والله مش عشان ولادي بشكرهم والله. لا اله الا الله. تعالوا اسالوا عندنا في الحته هنا عليهم، اسالوا علينا هنا يا جماعه، على شيرين وعلى العيال التانيين، اسالوا علينا والمخروج. ده الحمد لله ما حدش اصلا يسمع. انا قعدت هنا يا ماما 17 سنه و3 شهور، حد خبط على بابك مره واشتكى لك مني؟ لا والله. وحياة شدتك اللي والله انت فيها العظيم 3 محترمه عمري. بنت ناس محترمه. دي كانت تطلع تجيب انما الخمر هي امها جربوعه من الجرابيه الكبيره. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. جربوعه من الجرابيه الكبيره منها لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. تفحمها يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. على فكره بتقول من نارها على انا ابنها. مولعه على من فلوس نارها على ابنها، فلوسها راحت. بتقولي طلعتي ايه؟ اديناكي ايه؟ ظلمها بطريقه. اديناكي ايه؟ اديناكي كل ما نملك، واخده الفلوس والعزال كل ما نملك، كل ما نملك. واخده العزال كله في المحكمه. كل حاجة. ويكلموكي كلهم حلوين ويسلموا عليكي يا واطيه يا واطيه. يا بنت والله الوطية. العظيم عارفه عامله لي مشيتوا زعقتوا لي ان انا سلمت عليها هناك. انا اتضربت معاها والله زعقوا قلت لي. لها بتكلميها ليه؟ وطلعت بعد كده تقولي اللي عامله قدامكم طب اتسلمتي عليه ليه وكلمتيني ليه ووريتيني صوره ابنك ليه واخوكي كلمني ليه وكلمتوني بادب ليه والمحامي كلمني بادب ليه وكل الناس اللي واقفين كلموني طب نسيبها يوم. ليه لما انت ناويه على النيه الجميله دي وبعدين انت مالكيش حاجه عندي اصلا. عليا بالعوض. انت مالكيش تطلعي تتكلمي علينا ان انت اصلا لنا 5 سنين مالناش علاقه عليا بالعوض وعليكي بالتلف تجيبي بفلوس المرأة وانت مولعه انت وعيالك وجوزك ما تلاقيش اللي يطفيكي يا رب. حقيقة النبي قلبي مولع. محروقه على فلوسها والله يا قلبي جماعه. مولع. اقسمت بالله والله العظيم ما خلاني اعرف لان مش هنسيبه يا جماعه، احنا مش هنسيبه، مش هنسيب ابنها. ما اتجوزوا خلاص. اتجوز بس مش هنسيبه برضه، يعني هي بتساعده وبتدي لابنها. ربنا يظلمها بطريقة. هيعمل ايه طيب؟ بسبب الاحكام اللي انت جبتها عليه ما كانش ينفع يشتغل في اي شركه. انت بتاع محاكم في اي شركه مش هينفع يا يشتغل. مجرمه امك سافله. ده راجل عايش في ايطاليا، كان راجل سنيور، ده كان خدتي راجل كل حاجه، سنيور. خدتي شقه وخدتي كله وجاي تشتكيني وتاخدي مني قرشين. انت يخش عليكي بالدمار يا بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. واللي بيتكلم على معاكي ده يرزقه بمصيبه كبيره ما يعرفش جاله منين. لا يتعمل فيه اللي هي الواحد عملته بيعمل في ويبقى عياله. ظالم وشايف يعمل انه في عيالك مظلوم كده. وشايف انه مظلوم بس مش قادر يعمل. والله احنا مظلومين منك لله. تصطفر يا بعيد تبقى زينا ولا تصبرش يا بعيد. انت شفت حاجه تتكلم عليها ليه؟ ده ربنا هيحاسبك يوم طلع الكلام من بقي انا وانا طلعت وانا قلت انا واتكلمت وساعتها كنت تطلع حقك تتكلم. يقعد لعيالك ان كان معاك عيال يا رب يقعد لك كل حاجه. معاهم يظلمك في طريقك يا بعيد. ما شفتش حاجه ما تتكلمش. ده في ربنا. انا مش ما تفكرش انت قطعت المعونه، يعني انا زعلانه المعونه اتقطع. انا رزق في ايد ربنا، وربنا لو كاتب لي رزق هاخده، يعني بصوا عن عين التخين هاخده، فاهمني؟ انا بس زعلانه من الكومنتات اللي هي بتيجي انت بتضربي حماتك، انت كلتي مال الولايه، لا أبداً. انت خدتي فلوس ما اعرفش ايه فلوسك مين. والله العظيم ما حصل. انت واخده قيمتك تالت ومتلت، واللي ما اتاخدش في قيمتك واخداه فلوس. والله العظيم يا رب. بره القايمه ما تجيش بقى اي حاجه. يجي 400,000 واخداهم مني. يعني الشقه عشان معموله باسمك انت قدرنا ان احنا نثبت ان هي بتاعت سيلفي، ما قدرناش نثبت. ليه بقى؟ القانون لا يحمي المغفلين، صح ولا لا؟ القانون لا يحمي المغفلين. بتكتبها باسمها ليه؟ اصل هي خلفتي بنات، كنت خايف ان حد يجي يورث معاها. طيب اهو مش اهلك اللي خدوه، قعدت واحد غريب فيها ده جمال. وقدرت تثبت ان هي بتاعتك. ما قدرتش تثبت ان هي بتاعتك. اثبتي برضو ان بره القايمه دي حاجتك، الحاجه اللي جت بره القايمه دي حاجتك، اثبتيه. ليه بقى؟ الراجل كان بيبعت لك من ايطاليا فلوس، ده الراجل كان بيشتغل معاك، خدتي كله. الراجل لحد العربيات كان بيغسلها، وده مش عيب. ما هو عشان طلعتيه ايد ورا وقدام علشان انت والله اديت له منطلق عشان يرضيكي انت منك لله يا بعيد. وفي الاخر طلعت عملت ايه؟ ثبتيه وقلتي الراجل من حقه يعمل اللي هو عايز يعمله. ده اللهم سلمك انت. العيب على المرأة، العيب على المرأة مش على الراجل. يقعد لاخواتك الاثنين يا رب البنات لاجل الله. يلا يا جماعه كفايه بقى لحد كده. السلام عليكم وربنا يديكم الصحه. ادعوا لنا بالله عليكم بالنصر، لان الظلم وحش، واللي يجرب الظلم والله العظيم ما هيرضى علينا. ربنا يظلمه في طريقه اللي واقف معاه وبيجي. حسبي الله ونعم الوكيل.